منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عقدت مؤتمر بعنوان أقباط ركاء في الوطن لمناقشة دور الأقباط في المشاركة السياسية في مصر. نهى حمزة حضرت هذا المؤتمر ومعها التفاصيل. شهيد الوطن الجندي عماد عبد الملاك، ونتقدم لأسرته ومحبيه وللوطن بخالص العزاء والمواساة. الحداد دقيقة على روح الشهيد السادس في أحداث سيناء. هذا ما بدأ به المؤتمر الذي عقدته منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان لمناقشة وضع الأقباط والمناخ الحالي بعد ثورة يناير، وكل هذا تحت عنوان أقباط مصر وطن. ولكن المؤتمر كله عشان لكن صراحة، هل الأقباط شركاء في الوطن حقيقة، ولا مواقف التنفيذ، ولا لحين ميسرة، ولا مجرد شعارات زي مثلا الوحدة الوطنية والنسيج الواحد وعنصري الأمة وتبويس اللحى العمائم السوداء والبيضاء؟ جايين نشوف النهارده احنا هناك تيارات تحاول ان تقصي الأقباط عن المشهد السياسي. في حقيقة للأسف كثير من المصريين لا يعرفونها، أن ما جاء في الفتح الإسلامي لا يتعدى بضعة آلاف، قيل 5000 وقيل 6000، وأن هذا الشعب بما أقبل عليه إلى الإسلام أقبل عليه بحب، ولذلك جدنا الأعلى الكبير هو كان في الأصل حنا، ثم بدأ واحد بقي حنا والآخر بقى محمد. المؤتمر تضمن أيضا تكريم بعض الرموز من أسر شهداء القديسين والعمرانية ومبابة والكشح والمقطم، بالإضافة لكيفية إيجاد حلول فعلية لمشاكل الأقباط. المشكلة الحقيقية الآن أن البعض يتكلم عن حلول لكنه يكتفي بكلام غامض لا يحل المشكلة. الحل إعمال مبدأ المواطنة الكامل